ميت غرقاني. الحزن ملئ البيت كله. عدت أحداث كثير لحد اللحظة دي وأنا واقف قدام قبر أبويا وسامع الشيخ بيقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعاذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحساننا، وعن الإساءة عفوا وغفراننا. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اقدر أقولكم أني لقيت أبويا سيب لي ورقه لما فتحتها فهمت كل حاجة والي عرفته كان فوق استيعاب البشر. القصه مستوحاه من أحداث حقيقي. الخوف والشعور بالوحدة حاجه من يصعب ما يمكن خصوصا لما تكون متعود عليه اللمه وعيلتك جنبك. كنا عيله عايشين مع بعض أنا وبابا